السلام عليكم حبايبي طلبة معادلة كلية الهندسة في أكاديمية الدحيح. أهلا بيك حبيب قلبي في الجزء الثاني من يونت 1، الجزء الخاص بالجرامر. عايزك تشد حيلك يا بطل، هنحل مع بعض أسئلة الكتاب بتاعنا حوالي 87 سؤال النهاردة. ركز معايا، مشروبك المفضل، يلا بينا بطل، يلا بينا. طيب النهارده الجزء الثاني من يونت 1، الجزء الخاص بالجرامر. احنا موجودين عند سعادتك في صفحه 27 في الكتاب. هنحل مع بعض حوالي 85 سؤال على الجرامر من اول صفحه 27 لحد صفحه 32. لو حضرتك فاكر فاحنا خدنا مع بعض في يونت 1 4 دروس جرامر. خدنا الباست سيمبل او الماضي البسيط، الباست كونتينوس او الماضي المستمر، والبريزنت بيرفكت او المضارع التام، والبريزنت بيرفكت كونتينوس واللي هو المضارع التام المستمر. طيب سمي الله يا بطل، بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لحضرتك نقط. he was a student، هو كان طالب. he was writing short stories، هو كان بيكتب قصص قصيرة. حضرتك دلوقتي لو خدت بالك فانت عندك هنا was يعني تصريف تاني من الفعل. طب والجملة التانية عندك was were والفعل متضاف له ing، فده كده ماضي مستمر. يبقى احنا دلوقتي في درس الماضي المستمر. طيب الكلمات اللي كانت دل عليه ايه؟ كان عند حضرتك كلمة while، واللي كانت بتساوي كلمة as، واللي كانت بتساوي كلمة just as. ولو تفتكر فكان بيساويهم كلمة رابعة واللي هي كلمة when. ولو تفتكر الأربعة دول معناهم بينما. كنت بقول لك when الجميلة دي معاهم عليهم. هي دلوقتي بتساويهم في المعنى صح، لكن هي كمان عكسهم في المعنى. المهم while وas وجاست as when الأربعة دول يا مستر كان بيجوا وراهم ماضي مستمر was were والفعل متضاف له ing. طب الجملة التانية يا مستر ممكن يجي وراها تصريف تاني من الفعل، جملة ماضي بسيط. لو في حدث مستمر قطعه حدث تاني، بينما كنت بذاكر النور قطع، بينما كنت بذاكر الموبايل رن، بينما كنت بذاكر الباب خبط، او يكون في حدثين مستمرين يبقى الاتنين فيهم was were وجاي وراهم الفعل متضاف له ing. طب مستر كلمة وين بقى لو هي عكسهم يجي وراها التصريف الثاني الحدث القصير الاول، وبعد كده الجمله الثانيه was were والفعل متضاف له ing. جميل. طيب ركز معايا عشان نعرف نحل السؤال ده. دلوقتي يا مستر انا بسم الله الرحمن الرحيم هستبعد كلمه افتر وهستبعد كلمه as soon as. ليه يا مستر؟ لان دول كلمتين دالين على الماضي التام بيجي وراهم هاد والتصريف الثالث. جميل. عندي وايل وعندي اون. لو تفتكر انا كنت قايل لك ان كلمه اون الجميله دي بيجي وراها ing او اسم، فطبعا دي مش هينفع هنا لان جاي وراها جمله، فالحاجه الوحيده اللي تنفع كلمه وايل. جميل. طيب انا لو انت فاكر كنت بقول لك ان كلمه وايل دي ممكن يجي وراها فاعل was were والفعل مضاف له ing بعد كده، او ممكن يجي وراها ing على طول لو الجمله معلوم ما فيهاش فاعل. ممكن يجي وراها being والتصريف الثالث لو الجمله ما فيهاش مفعول ومبنيه للمجهول، مبنيه للمجهول بس ما فيهاش مفعول. وممكن يجي وراها ان وحرف جر، وممكن يجي وراها ing. تمام. طيب فاحنا دلوقتي اخترنا واي. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. yesterday at 7:05، امبارح الساعه 7:05 دقايق. احنا اتفقنا مع بعض لقيت كلمه yesterday لوحدها اللي معناها امبارح او امس، فده كده ماضي بسيط، اروح اختار التصريف الثاني من الفعل. لكن لو حضرتك لقيت معاك ساعه ومعاها تعبير بيدل على الماضي، يعني لقيت مثلا at 5 yesterday امبارح الساعة 5، لقيت مثلا at 12 last night الساعة 12 الليلة الماضية، تعبير بيدل على الماضي، يبقى اعرف على طول ان انا هروح اختار اللي فيها ايه يا مستر؟ was were والفعل متضاف له ing. يعني ايه يا مستر؟ يعني ماضي مستمر. كلام صعب؟ لا يا مستر. فانا دلوقتي بقول لك yesterday at 5:07 I not my application to the company website. انا كنت وقتها برفع الابلكيشن او الاستماره بتاعتي على موقع الشركه. طيب فتبقى was uploading ولا would upload ولا upload ولا have upload؟ انت قلت لي يا مستر ساعه مع تعبير بيدل على الماضي، يبقى الاجابه اللي فيها was were ing. كلام صعب؟ لا. تعال نشوف اللي بعده. 3 بيقول لك I borrowed my brother's watch. أنا استلفت ساعة أخويا وايل، بينما ساعتي
نقط كانت بتصلح ولا بتتصلح؟ بتتصلح. تعالى نمشي مع بعض بقى. احنا اتفقنا ان كلمه وايل الجميله دي عايزه وراها ماضي مستمر، فلو الجمله اللي عندك معلوم الجمله بادئه بفاعل فبيجي وراها ووز وير واي ان جي لو الشخص هو اللي بيعمل الحاجه. لكن لو حضرتك الجمله مجهول بقى بادئه بمفعول فدي بيجي وراها يا مستر في المجهول ووز او وير، بعد كده كلمه بينج، بعد كده التصريف الثالث من الفعل. لان لو سعادتك فاكر فاحنا اتفقنا مع بعض المبني للمجهول في الماضي المستمر هو عباره عن مفعول ووز او وير بينج والتصريف الثالث. فالاجابه طبعا يا مستر هتكون ايه؟ وايل ماين ريبيرد بينما ساعتي صلحت، ولا از ريبيرد تصلح في المضارع ما تنفعش. طب هاز بين ريبيرد في المضارع برضه مضارع تام ما تنفعش. الاجابه الوحيده اللي تنفع ووز بين ريبيرد كانت بتتصلح ماضي مستمر. طب اللي بعده نوها فوند مي وايل برضه نفس الكلام عندي وايل في النص فاحنا عايزين وراها ماضي مستمر فيها ووز وير واي ان جي. بتبص سعادتك لقيت بعدها ذا دينر العشاء. طب هو العشاء ده كان بيحضر ولا بيتحضر؟ بيتحضر يا مستر يبقى مجهول. طالما مجهول يبقى تروح تدور على اي حاجه فيها بي والتصريف الثالث. وبما ان احنا هنا في الماضي المستمر يعني عايزين ووز وير بينج والتصريف الثالث. فين يا مستر؟ يبقى ووز بينج كوكد بينما العشاء كان بيتم طبخه. طب اللي بعده بقول لحضرتك اتس بين تو ويكس مستر. حضرتك قلت لي قبل كده ان انا عندي كلمه سنس الجميله دي بتيجي في نص الجمله. معناها ايه؟ معناها منذ. حلو. بيجي قبلها حاجه من اتنين وبيجي بعدها حاجه من اتنين. جميل. ممكن يجي قبلها اتس وفتره انها فتره كذا، وممكن اشيل ايز دي واحط بدلها هاز بين فتبقى ات هاز بين وفتره. تمام. وممكن يجي قبلها دي كلمه داله على المضارع التام يا مستر يبقى يجي قبلها هاف وهاز والفعل في التصريف الثالث. جميل. طب وبعدها مستر بيجي ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يجي بعدها فاعل تصريف تاني ماضي بسيط، يا اما يجي بعدها اسم بدايه المده. ايه يعني ايه يا مستر اسم بدايه المده دي؟ يعني اسم الساعه، اسم اليوم، اسم الشهر، اسم السنه، اسم فصل من فصول السنه، اسم مثلا فاقول لك مثلا since 9 o'clock منذ الساعة 9، since Saturday منذ يوم السبت، since مثلا summer منذ فصل الصيف، since April من شهر ابريل، since 2000 من سنة 2000 يبقى اسم بداية المدة. طب ممكن اقول لك مثلا since my arrival منذ وصولي يبقى جه وراه اسم، since مثلا my birthday منذ عيد ميلادي. ممكن يجي وراه كلمة last فاقول لك since last week. خلي بالك بالمناسبة ممكن اقول لك since 2 years اجو. اوبا ينفع يجي وراها اجو؟ ممكن عادي جدا يجي وراها كلمه اجو. جميل. بيجي وراها كلمه زن معناها يا مستر وقتها او حينها. تمام. فاقول لك سينس زن من وقتها. كل الحاجات دي بتيجي ورا كلمه سينس. طيب سعادتك لو انت بصيت فانت عندك في نص الجمله سينس اهو قبلها اتس وفتره اتس 2 ويكس او ات هاز بين 2 ويكس انها فتره الاسبوعين. سينس اي لاست مستر هي كلمه لاست دي معناها الماضي؟ لا. امال ايه يا مستر؟ لاست الجميله دي لما تيجي قبل التصريف الثاني تيجي هنا بيكون معناها اخر مره فعلت فيها الشيء ده. فلما اقول لك since I last went منذ اخر مره ذهبت. تمام. فاحنا دلوقتي يا مستر هنا عايزين بعدها تصريف ثاني الفعل في الماضي البسيط. فين يا مستر التصريف الثاني؟ اللي هو فوند. فالاجابه طبعا لتر ايه. طب اللي بعده بص يا معلم اول ما تلاقي عندك اسلوب تفضيل تعرف على طول ان الاكسبريشن ده كده هيتحفظ. I have ever والتصريف الثالث. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو عايز اقول لك ان دي اجمل بنت انا شفتها في حياتي اقولها ازاي؟ اقول لك this is the. لو انا عايز اقول لك الاجمل فدي صفه طويله صفه تفضيل احط most قبل الصفه الطويله اللي هي beautiful the most beautiful girl اجمل بنت. طب لو عايز صفه قصيره مثلا وليكن ذكيه اللي هي سمارت فاقول لك ذا سمارتست الاذكى فاقول لك this is the smartest girl I have ever seen رايتها التصريف الثالث يبقى I have ever والتصريف الثالث. جميل. فهنا بيقول لك this is the best meal دي افضل وجبه انا اكلتها من قبل فاروح اختار اللي فيها have ever والتصريف الثالث يبقى have ever had have ever والتصريف الثالث. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب سؤال 7 بيقول لك I not my classmates زملاء الدراسه زمايلي في الفصل for many years now لسنين كتير دلوقتي.
جميل. فاقول لك ايه بقى مستر، طالما عندي ناو يبقى احنا هنا في المضارع صح كده؟ طيب طالما احنا في المضارع يبقى انا هستبعد هاد نون وهستبعد هاد بين نوينج. اختار بقى المضارع التام ولا المضارع التام المستمر؟ احنا اتفقنا ان ده كده هاف وهاز والتصريف الثالث ده مضارع تام، وهاف وهاز بين واي ان جي فده مضارع تام مستمر. جميل. طيب مش ده حدث بيحصل في المضارع المستمر؟ هروح اختار المضارع التام المستمر. اجابتك غلط. ليه يا عم؟ ليه اجابتي غلط؟ عشان حضرتك اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا جدول كده اسمه ستاتيف فيربس، افعال تقريريه. مالها يا مستر الافعال التقريريه دي؟ ليه افعال الامتلاك والحواس والعاطفه والادراك والتملك، الحاجات دي كلها والافعال دي كلها ما بيتحطلهاش اي ان جي، من ضمنها كلمه نو يعرف، فدي ما بيتضافلهاش اي ان جي. جميل. قلنا وقتها ان الاجابه تكون هاف نون. طب ليه يا مستر؟ واحده واحده. انا وضحت لك الفكره دي وقلت لك قبل كده ان كلمه اي ان جي معناها في الانجليزي حدث مؤقت بيحصل لفتره شويه وهينتهي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا جيت قلت لحضرتك دلوقتي I am loving you، ده معناها ايه؟ لما حطيت لي كلمه love دلوقتي حطيت لها اي ان جي، ده معناه ان انا بحبك دلوقتي. طب كمان شويه هكرهك، طب من شويه كنت بكرهك. عشان كده تسمع دايما يقول لك I love you مش I am loving you. تمام. طب ايه الفكره؟ الفكره ان ده فعل دائم. جميل. ستاتيف فيربس يعني فعل تقريري لازم يعبر عن حاله دائمه، حاجه كانت بتحصل امبارح وبتحصل النهارده وهتحصل بكره، فممنوع يتضاف له اي ان جي. من ضمنها كلمه يعرف، من ضمنها كلمه ريمبر يتذكر، من ضمنها كلمه فورجيت ينسى، ثينك يعتقد، لاف يحب، بريفير يفضل، وهكذا. الافعال دي ما بيتحطلهاش اي ان جي. جدول كده هتلاقيه موجود عندك في المذكره، الافعال دي ما تحطلهاش اي ان جي. طب اللي بعده بقول لك تامر ليفت فور انجلاند ان 1990. عندي تصريف تاني اهو مستر، وعندي فعل ان وسنه في الماضي. حلو. فاحنا كده في الماضي البسيط. بقول لك ان تامر ليفت فور انجلاند، تامر غادر الى انجلترا، يعني سافر لانجلترا سنه 1990. He hasn't come، هو لم يأتي. his departure، منذ رحيله. مش رحيل دي سعادتك اسم؟ يا مستر. اختار انه واحده هنا؟ قلنا انه واحده في الاربعه لسه قايلين بيجي وراها اسم since. since has departure يعني لم يأتي منذ رحيله. فسعادتك دلوقتي جاي بعدها اسم وجاي قبلها مضارع تام، هاف وهاز والتصريف الثالث، لانها كلمه بتدل على المضارع التام. طب مستر هو ايه الفرق ما بينها وما بين كلمه فور؟ اتفقنا ان فور بيجي وراها العدد، يعني عدد الساعات وعدد الايام وعدد الاسابيع وعدد الشهور وعدد السنين. جميل. طيب I enjoyed the film as I saw many places I have never. مستر انا عندي هنا have. جميل. وعندي هنا نيفر، فاحنا عايزين هنا التصريف الثالث عشان ده مضارع تام. انا بقول لحضرتك دلوقتي انا استمتعت بالفيلم لان انا شفت فيه اماكن كتير عمري ما زرتها، عمري ما رحتها. فاقول جون ولا بين تو ولا بين ولا ارايفد؟ واحده واحده. هو ده بيكلمني على ايه سعادتك؟ بيكلم حضرتك دلوقتي على حاجه من اتنين، يا اما جون تو وبين تو. الاتنين دول كلمات بتدل على المضارع التام، بيجي قبلها هاف او هاز، وطبعا بعدهم بيجي وراهم مكان. طب هما معناهم ايه يا مستر؟ كلمة جون تو معناها ذهب إلى مكان ولم يعد، يعني راح المكان ده وما رجعش منه. لكن بين تو معناه انه ذهب وعاد منه، يعني راح ورجع. جميل. فلو جيت قلت لك I have gone to Cairo ده معناه ان انا رحت القاهرة وما رجعتش، انا لسه هناك دلوقتي. طب I have been to Cairo يبقى انا رحت القاهرة ورجعت، انا واقف قدامك اهو. كلام صعب، لكن عايزك تفرق ما بينهم وما بين كلمة بين in. فلما اقول لك I have been in Alexandria يبقى انا موجود في اسكندرية. مستر طب معلش، يعني انا دلوقتي مثلا لو جيت انت قلت لي I have gone to Cairo يبقى انا ذهبت للقاهرة وما رجعتش، تمام؟ وقلت لي I have been in Cairo يبقى انا موجود في القاهرة، الاثنين بيساووا بعض؟ لا، ملهمش علاقة ببعض. ليه؟ لان حضرتك دلوقتي have gone to Cairo انت كنت موجود في اسكندرية، اتحركت من نقطة رحت نقطة تانية، رحت القاهرة، ذهبت من مكان لمكان. لكن I have been in Cairo انا موجود في القاهرة. هل كلامي ده يدل ان انا رحت من اسكندرية للقاهرة؟ اتحركت من مكان لمكان؟ ملاش علاقة. جميل. انا موجود في كذا. طيب وبين تو اتحركت من اسكندرية رحت القاهرة، وصلت وبعد كده رجعت اسكندريه تاني، انا دلوقتي في اسكندريه. المهم لو حضرتك بصيت دلوقتي الحاجه الوحيده اللي موجوده عندك هي كلمه بين تو. طب مستر لو انا دلوقتي قلت I have never been يبقى انا عمري ما كنت ايه؟ جميل. لان انت عارف ان كلمه بين هي التصريف الثالث من فيرب تو بي. في المضارع ام واز وار، في الماضي واز وير، والتصريف الثالث منه بين. فلو قلت لك I have never been انا لم اكن ابدا،
فطبعا المعنى غلط. لكن I have never been to أنا لم أذهب إليها من قبل. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب تعالى نشوف اللي بعده. I not from him عنه أنا لم أتلقى أخبار منه since منذ he went abroad a year ago منذ أن ذهب إلى الخارج منذ سنة. مستر أنا جاي لي بعدها تصريف تاني هي بتدل على المضارع التام فأنا هختار المضارع التام عشان since قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. طب فين سعادتك المضارع التام أهو haven't heard أنا لم أتلقى أخبار منه. طب اللي بعده سؤال 11 بيقول لك ماجي has been away from the office 13 successive years. بقول لحضرتك ان ماري ابتعدت عن او ذهبت بعيدا عن المكتب ما بقتش تيجي المكتب يعني 13 successive years منذ 13 سنة متتابعة. كلمة successive معناها متسلسل او متتابع. طيب اختار انا واحد بقى مستر. حضرتك دلوقتي 13 ده عدد صح؟ 13 احنا لسه قايلين من شويه ايه اللي بيجي وراه عدد السنين 4 يا مستر. فين 4 اهي و4 كلمه داله على المضارع التام فعندك هاز والتصريف الثالث. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب تعالى نشوف اللي بعده. 12 بيقول لك اتس مور ذان 20 years. مستر عندي اتس فتره انها فتره اكتر من 20 سنه وجاي بعدها ماضي بسيط. ايه اللي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط قبلها اتس فتره وبعدها ماضي بسيط سينس. فين سينس اهي. طب اللي بعده بقول لحضرتك I'm a student in third secondary grade انا طالب في ثالثه ثانوي. I not English for 8 years انا بدرس انجليزي بقالي 8 سنين. هي مش فور دي دالة على المضارع التام؟ فين يا مستر المضارع التام هنا؟ have been learning مضارع تام مستمر. مضارع تام يبقى have وhas والتصريف الثالث يبقى have been learning. طب اللي بعده we not our old friends for a year احنا نقط أصدقائنا القدامى لمدة سنة. they are too busy هم مشغولين جدا. يبقى احنا ايه يا مستر؟ ما قابلناهمش صح؟ لمدة سنة. مستر أنا عندي كلمة فور دل على المضارع التام يبقى أنا عايز ايه؟ عايز haven't met لم نقابل. طيب مستر معلش هو أنت ليه اخترت haven't met ما اخترتش haven't been met؟ لأن haven't been met دي مبنية للمجهول فاحنا كده اللي لم نقابل. ينفع أقول لك نحن لم نقابل أصدقائنا؟ ولا بواسطة أصدقائنا؟ عارف لو سعادتك دلوقتي بعدها كلمة باي اور اولد فريندز كنت أقول لك الله ينور عليك إجابتك صحيحة 100% لأن ده مبني للمجهول. جميل. باي بواسطة بتدل على المجهول. طيب اللي بعده we not our old friends for a year. السؤال ده هتلاقيه متكرر عندك في المذكرة احنا لسه حلينه دلوقتي. الإجابة بتاعته haven't met. طب اللي بعده بقول لك they not what to do for the holidays yet. مستر كلمة yet دي معناها حتى الآن لحد دلوقتي. حلو. كلمة بتيجي في النفي في آخر الجملة المنفية وآخر السؤال وبتدل على المضارع التام. تمام. فأنا بقول لك إيه؟ بقول لك هم ماذا يفعلون في الأجازات لحد دلوقتي. يبقى هم لم يقرروا حتى الآن ماذا يفعلون. بتدل على النفي يا مستر في المضارع التام يبقى احنا عايزين haven't وهازنت والفعل في التصريف الكام؟ الثالث. يبقى الإجابة طبعا haven't decided لم يقرروا. طب اللي بعد بقول لك it's 2 months I saw him إنها فترة الشهرين منذ أن رأيته. منذ يبقى since. شكرا. بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها it's فترة. طب اللي بعد بقول لك I not my books in the class could you go and fetch them for me. بقول لحضرتك دلوقتي انا تركت الكتب بتاعتي في الفصل هل ممكن تذهب وتبحث عنهم من اجلي تجيبهم لي؟ طيب فاقول انا حاجه بقى واحده واحده. مش احنا اتفقنا مع بعض ان المضارع التام ده حدث حصل في الماضي واثره موجود فين؟ اثره موجود في الحاضر. فسعادتك دلوقتي انا بطلب منك تروح تجيبهم يبقى هم دلوقتي موجودين في الفصل صح كده؟ يبقى ده مضارع تام. يبقى الاجابه طبعا I have left انا تركته. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب تعالى نشوف اللي بعده. بقول لك it's more than 30 years انها فتره اكتر من 30 سنه. not the writers wrote a short story الكتاب كتبوا قصه قصيره. يبقى منذ اللي بتيجي في نص الجمله since قبلها it's وفتره بعدها ماضي بسيط. طب اللي بعده بقول لك there has been a decrease in the number of the applications since the report on the environmental pollution in the newspaper. تعالى نمشي بقى مع بعض نشوف الجمله الطويله العريضه دي. بقول لك there has been a decrease كان في انخفاض in the number of في عدد the applications التطبيقات. جميل. since منذ the report التقرير on the environmental pollution اللي موجودة على التلوث. التقرير على التلوث البيئي نقط in the newspaper في الصحف.
فاقول لحضرتك ان هو ظهر، صح كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كلمه appear بمعنى يظهر ما بتجيش في المبني المجهول، يعني ما ينفعش احطها تصريف ثالث وقبلها فيرب تو بي، فدي كده غلط. طب نفس الكلام هنا has been appeared، فدي برضو غلط. يا اما appeared اللي هي التصريف الثاني، يا اما has appeared اللي هي مضارع تام. جميل. طيب حضرتك دلوقتي عندك سنس في نص الجمله قبلها مضارع تام، صح؟ اهو. طب وبعدها مستر ماضي بسيط، يبقى احنا محتاجين appeared بس. شكرا، تصريف تاني. طب اللي بعده، طيب in the last 2 hours، في اخر ساعتين I نقط my lessons، انا نقط دروسي. فطبعا يا مستر دي كلمه داله على اخر ساعتين فاتوا، يبقى حاجه لسه كانت بتحصل من شويه، ده مضارع تام، يبقى الاجابه طبعا have revised، انا كنت بذاكر دروسي. طيب اللي بعده، طيب سؤال رقم 22 بيقول لك I haven't met the minister، انا لم اقابل الوزير، وعطت لي نقط هنا. It's the first time to meet him، دي أول مرة أشوفه فيها. فاختار يا مستر يت ولا بيفور ولا اوريدي ولا نيفر؟ واحدة واحدة. احنا عارفين ان كلمة اوريدي بالفعل بتيجي في جملة مثبتة، ما تنفعش هنا. ونيفر يا مستر مكانها ما بين هاف وهاز والتصريف الثالث، فدي ما تنفعش. قدامي يت وقدامي بيفور، الاثنين ينفعوا. حضرتك احنا اتفقنا مع بعض ان كلمة يت اللي كان معناها لحد دلوقتي حتى الآن، دي كانت بتيجي في آخر جملة منفية وبتيجي في اخر السؤال. جميل. طيب وكلمه بيفور سعادتك اللي معناها من قبل ممكن تيجي في اخر السؤال، وغالبا السؤال طبعا بيكون منفي. اختار انا واحده من الاثنين هنا ينفعوا. هنرجع هنا بقى للمعنى. ايه يا مستر المعنى؟ سعادتك دلوقتي لو انت قلت لي I haven't met the minister yet، انا لم اقابل الوزير حتى الان، هو ده معناه ايه؟ معناه ان انت قابلته قبل كده عادي جدا، بس الفكره كلها ان عدى فتره لحد ما انت قابلته، فانا ما قابلتوش لحد دلوقتي. طب انا قابلته قبل كده لكن هو جه في الجمله الثانيه قال لك it's the first time to meet him، دي انا اول مره اقابله، يبقى انا ما قابلتوش من قبل، يبقى احنا محتاجين هنا كلمه بيفور اللي معناها من قبل. فهمت المعنى فين؟ يبقى تاني كلمة يت معناها لحد دلوقتي، تيجي في جملة منفية، تمام؟ يبقى تنفع هنا، بس اللي حكمني المعنى لو انا قلت لك انا ما قابلتوش لحد دلوقتي، يبقى انا مثلا قاعد مستنيه وهو لسه ما جاش، تمام؟ لكن ما قابلتوش قبل كده خالص، عمري ما شفته، اللي هي كلمة بيفور. فطالما اول مرة قابله يبقى اختار كلمة بيفور. طب اللي بعده my friend not a health problem since، مستر وجعت دماغي، since في النص بعدها تصريف تاني، يبقى قبلها مضارع تام، يبقى انا بدور على هاف وهاز والتصريف التالت. بقول لك my friend صاحبي not a health problem مشكله صحيه، يبقى طبعا has had مستر. طب ما انت دلوقتي انت معلش استبعدت هاد واستبعدت هاد، طب ليه اخترت طب ليه هاز بين غلط؟ هاز بين غلط سعادتك عشان خاطر بين دي معناها كان، فلما اقول لك هاز بين هيلث بروبلم يبقى صديقي كان مشكله صحيه، فالكلام ده غلط. طب اللي بعده ماي انكل عمي نوت تاكسي او از تاكسي درايفر، سواق تاكسي فور 10 years now. بص بقى يا معلم، عايزك تركز على حاجه، ايه هي؟ ان كلمه فور الجميله دي ممكن حضرتك دلوقتي يجي وراها مده، عدد يعني عدد ايام او سنين او كده، وتبقى بتدل على ماضي بسيط تصريف تاني او بتدل على مضارع تاني. الله، ازاي بقى؟ واحده واحده. لو حضرتك دلوقتي مثلا بتقول انا ذاكرت لمده 20 سنه، او خلينا نقولها بمثال اسهل، اللي هو ايه؟ لو انا بقول لك مثلا انا عشت في اسكندريه لمده 20 سنه، حلو كده؟ لو انا دلوقتي جيت كملت الجمله وقلت لك دلوقتي انا بعيش في القاهره، يعني الحدث مازال مستمر ولا انتهى؟ انتهى مستر، يبقى ده كده ماضي بسيط. لكن لو انا قلت لك انا عشت في اسكندريه لمده 20 سنه وما زلت بعيش هناك، يبقى الحدث مستمر، يبقى ده مضارع تاني، يبقى هاب وهاز والتصريف التاني. تالت كلام صعب؟ لا يا مستر. يبقى تاني، انا عشت في اسكندريه لمده 20 سنه، الحدث انتهى، دلوقتي انا عايش في لندن، يبقى ده كده ماضي بسيط، تصريف تاني من الفعل. لكن لو انا عايز اقول لك انا عشت في اسكندريه لمده 20 سنه ولسه مكمل عيشه فيها، يبقى ده كده مضارع تام هاف وهاز والتصريف التالت. طيب فهنا بيقول لحضرتك دلوقتي ماي انكل نوت از تاكسي درايفر، عمي شغال سواق تاكسي فور 10 years لمده 10 سنين. ناو دلوقتي هي از وركينج او هي از وركينج ان ا بيج كلوث فاكتوري. دلوقتي بقى هو بيشتغل في مصنع كبير للملابس، يعني هو دلوقتي شغال سواق تاكسي؟ لا، يبقى الحدث انتهى في الماضي، يبقى انا هدور على التصريف التاني.
يبقى فين يا مستر؟ يبقى الاجابه worked. يبقى هو لو كان لسه مكمل سواق تاكسي كان هيبقى مضارع تام، لكن طالما ساب سواق تاكسي وبقى شغال في مصنع يبقى ماضي بسيط، يبقى تصريف تاني. طب السؤال اللي بعده 25 بيقول لك علي هاز lived in جيزة for 5 years. عمر عاش في الجيزة لمدة، أو علي عاش في الجيزة لمدة 5 سنين. This means that he، ده معناه إن هو إيه؟ lived there. هو دلوقتي طالما مضارع تام سعادتك يبقى هو الحدث مازال مستمر، يبقى هو لسه عايش في الجيزه، فده معناه ان هو lived there for 5 years only، عاش هناك بس 5 سنين. لا غلط. طب hasn't lived there before، ان هو لم يعيش هناك من قبل، ما راحش هناك قبل كده. لا برضه. طب started living there 5 years ago، بدأ العيشه هناك منذ 5 سنين، بدأ يعيش هناك من 5 سنين. طيب no longer lives there، لم يعد يعيش هناك. غلط. يبقى طبعا الإجابة الصحيحة started living there 5 years ago، إن هو بدأ يعيش هناك من 5 سنين. طيب اللي بعده 26 بيقول لك bad accident، حادثة فظيعة، حادثة سيئة، نقط بليس. لسه قايلينها، كنا قايلينها في حصة الكلمات. احنا قلنا ان take place يحدث بتساوي happen يحدث بتساوي occur يحدث، صح كده؟ فأنا هنا بقول لحضرتك ان في حادثة سيئة حصلت on Cairo Alex Desert Road، على طريق الصحراوي، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. فأقول لك took place ولا has taken place ولا has been taken place. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة take place يحدث ما بتتبناش للمجهول، ما يجيش قبلها verb to be، وهي في التصريف الثالث ما تجيش بالصيغة دي. طب هل taken؟ قلت لك قبل كده الماضي التام صاحب صاحبه، عشان يجي في جملة لازم يكون معاه ماضي بسيط، فما ينفعش، ده غلط. طيب took place ولا has taken place؟ لا يا مستر، طبعا احنا اتكلمنا مع بعض قلنا ايه الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام. قلت لسعادتك الفرق شعره. ايه الشعره؟ الوقت. قلت لحضرتك ان لو انا ذكرت لك الوقت ماضي بسيط، طب ما ذكرتش الوقت مضارع تام. تاني قلت لك ان الماضي البسيط بيركز على توقيت الحدث، اهم حاجه عنده الحاجه حصلت امتى. طيب المضارع التام اهم حاجه عنده الشيء نفسه، الحدث نفسه، ما بيركزش على الوقت. واديتك مثال بسيط جدا، قلت لك لو قلت لك الولد كسر الشباك وسكت مضارع تام. طب الولد كسر الشباك امبارح، كسر الشباك من يومين، كسر الشباك الاسبوع اللي فات، طالما ذكرت الوقت ماضي بسيط. طب هنا بقول لك في حادثه فظيعه حصلت على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، فجبت سيره وقت يبقى مضارع تام، يبقى الاجابه هستيكن. شكرا. طب اللي بعد 27 بيقول لك my pen friend arrived at Cairo airport a moment ago. في صديق مراسله ليا وصل مطار القاهره منذ لحظه، لسه واصل دلوقتي. This means that he، ده معناه ان هو ايه؟ has just arrived ولا just has arrived ولا hasn't arrived ولا will arrived. الجمله دي معناه ان هو لسه واصل، خلاص وصل، يبقى will والمصدر اللي بتعبر عن المستقبل سوف يصل، دي غلط. طب hasn't arrived لم يصل، دي غلط. طيب انت عارف ان احنا كان عندنا كلمه جميله اسمها just، كان معناها ايه يا مستر؟ معناها حالا او توا. مكانها فين يا مستر؟ ما بين have وهاز والتصريف الثالث، بتعبر ان حاجه لسه حاصله دلوقتي، لسه حاصله من شويه، لسه حاصله حالا. فاقول لك has just arrived، هو لسه واصل حالا. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب اللي بعده 28 بيقول لك I haven't seen مازن، انا ما شفتش مازن the last time we met in Alexandria. ركز بقى معايا عشان الحته دي مهمه جدا. لو حضرتك دلوقتي لقيت عندك كلمه the last، فممكن حضرتك تجيب قبلها for وممكن تجيب قبلها since، الاثنين ينفعوا مستر. بس خلي بالك بقى، لو سعادتك بعد كلمه ذا لاست الجميله دي لقيت مده، لقيت كلمه واحده، بقول لك ذا لاست ويك واسكت، ذا لاست مانث واسكت، ذا لاست يير واسكت، يبقى في الحاله دي فور. لكن لو سعادتك لقيت وراها جمله كامله فاعل تصريف تاني، فعل في الماضي البسيط، ففي الحاله دي سينس. يبقى تاني ذا لاست وجاي معاها كلمه مده يبقى تجيب معاها فور. طب ذا لاست وجاي معاها جمله كامله فاعل وتصريف تاني ماضي بسيط يبقى سينس. طب انا بقول لك اي هافنت سين مازن، انا ما شفتش مازن منذ اخر مره، ذا لاست تايم وي ميت ان الكسندريه، اخر مره اتقابلنا في اسكندريه، يبقى الاجابه طبعا سينس، منذ. شكرا. My cousin has lived abroad since his childhood. انا جاوبتها من غير ما اخد بالي، اللي بيجي وراها اسم since، عندك مضارع تام قبلها وبعدها اسم بدايه المده، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه since. طب اللي بعده
30 بقول لك اتس 2 مانث، انها فتره شهرين. سينس انت عمال تاكد على سينس كتير ليه يا مستر عشان مهمه. مضارع تام يعني سينس، فالاجابه طبعا تصريف تاني، يبقى الاجابه فيستد. شكرا. طب اللي بعده سوري فور بينج ليت، اسف ان انا اتاخرت. سوري يا سيدي. Please let me in، من فضلك خليني ادخل، اسمح لي بالدخول. I know to the library، انا كنت في المكتبه. واحده واحده. دلوقتي هو بيكلمك على ايه؟ هو بيكلم حضرتك على have been to موجوده في السؤال نفسها هي عشان تفهم، و gone to. جميل. مش عايزين was ولا عايزين had، اتفقنا مع بعض. been to ذهب وعاد، يبقى راح ورجع. طب gone to ذهب ولم يعد. سعادتك دلوقتي هو واقف قدام الباب عاوز يدخل. جميل، يبقى هو راح ورجع. جميل، فاقول بين تو ولا جون تو؟ لا بين تو عشان هو واقف، يبقى طبعا ايه؟ ذهب وعاد. طيب سؤال رقم 32 بيقول لي سعادتك ذا جفرمنت الحكومه نقط لوت كثيرا اوف فلاي اوفر بريدجز ريسنتلي، يعني الحكومه بتبني الكثير. انت عارف ان كلمه ريسنتلي واللي كانت بتساوي كلمه ليتلي معناهم ايه؟ معناهم مؤخرا او حديثا. بقول لك ان كلمه فلاي اوفر بريدجز زي الكوبري اللي احنا لسه عاملينه كوبري تحيا مصر، هو كوبري معلق. كباري طائره بتكون محموله على عمدان كده والكوبري طاير في الجو، يعني مش على عمدان على الارض، مش مصبوب على الارض زينا، لا هو بيعمل ايه؟ عباره عن اسلاك شايله الايه؟ شايله الكوبري. فالحكومه بتبني الكثير من الكباري الطائره دي حديثا. مستر ريسنتلي وليتلي هما كلمتين دالين على المضارع التام، يبقى الاجابه ايه يا مستر؟ هاز بيلت. has built have وهاز والتصريف الثالث. you needn't make food، انت مش محتاج تعمل اكل. I know a good meal already، انا بالفعل عملت وجبه جيده. مستور already كلمه دل على المضارع التام، يبقى الاجابه have cooked، انا بالفعل عملت وجبه جيده. طب اللي بعده 34 بيقول لك have you finished the washing up نقط you are amazing fast. مستور خلي بالك دي علامه استفهام، ده سؤال. احنا اتفقنا مع بعض لو انا بسال سعادتك وقفت لحد هنا كده وجيت قلت لك هاف يو فينيش ذا واشن اب، لو انا بسالك وما اعرفش الاجابه بتاعتك تبقى كلمه يت. لحد دلوقتي خلصت حاجتك، لحد دلوقتي خلصت شغلك، خلصت غسيل المواعين لحد دلوقتي. لكن هو هنا مش هو بيسال وعارف الاجابه. قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه سؤال تقريري. حضرتك هنا بتسال من باب الاستغراب، من باب الدهشه. انت بتسال وبترد. ايه ده؟ انت خلصت غسيل المواعين؟ انت سريع جدا. يبقى هو كمل الاجابه، قال له ايه؟ يو ار اميزنج فاست. ففي الحاله دي السؤال التقريري بستخدم فيه كلمه اوريدي. جميل. طيب تعال نفرق ما بين سؤالين. لو انا جيت سالت سعادتك دلوقتي وقلت لك have you done your homework، انت خلصت واجبك وعملت لك نقط، خلصت واجبك لحد دلوقتي، فالاجابه هنا لازم تكون يت. لكن لو انا عملت ايه بقى؟ انا سالت اهو وكملت وقلت لك you are so سمارت، انت ذكي جدا او شاطر جدا او كليفر مثلا، ففي الحاله دي انا عارف ان انت عملته خلاص، يبقى الاجابه لازم تكون اوريدي بالفعل. يبقى تاني لو انا بسالك وما اعرفش الاجابه بقول لك عملت كذا لحد دلوقتي، فالاجابه يت. طيب لو انا بسالك وعارف ان انت عملت الحاجه يبقى ده كده اوريدي، لان ده سؤال تقريري. طيب فالاجابه هنا بقول لك ايه ده؟ انت بالفعل خلصت، انتهيت من غسيل المواعين، يو ار اميزنجلي فاست، انت سريع بشكل مدهش، يبقى الاجابه طبعا اوريدي بالفعل. طب اللي بعده، طيب بقول لك تامر وين تو ليف ان استراليا. تامر ذهب لكي يعيش في استراليا. since then منذ ذلك الوقت I not from him، انا ما كنتش سمعت عنه، ما عرفتش اخبار عنه. واحده واحده. مش احنا اتفقنا ان since الجميله دي ممكن يجي بعدها كلمه then؟ منذ ذلك الوقت يجي قبلها ايه؟ يجي قبلها مضارع تاني. هو هنا كل اللي عمله ان هو ضحك عليك. عمل ايه؟ حط since وبعد كده then وبعد كده خد الجمله دي جابها في الاخر. فالمفروض الجمله دي تكون مضارع تام. فاصبح دلوقتي يا مستر اقول لك ايه؟ اقول لك I haven't heard، انا لم اسمع عنه او لم اتلقى اخبار منه. طيب اللي بعده 36 بيقول لك فود برايسز، اسعار الطعام rapidly بشكل سريع. كلمه rapidly دي معناها بسرعه، بشكل سريع بتساوي fast. طيب in the past few months في اخر شهور قليله، في الشهور اللي فاتت قبل كده. طيب انا عايز اقول لك ان الاسعار زادت. واحده واحده بقى عشان السؤال ده ميكس جميل قوي. السؤال ده حضرتك دلوقتي عندك عايز يفرق ما بين كلمه ريز وكلمه رايز،
ودول كلمتين مهمين حضرتك هيعدوا عليك بعد كده. كلمة ريز معناها يرفع او يزيد من شيء، وممكن يكون معناها يربي، وممكن يكون يجمع فلوس. طب كلمة رايز لا، حضرتك هنا دلوقتي مع ريز ده شخص فاعل بيرفع مفعول، بيرفع شيء. جميل. طيب كلمة رايز لا، دي ما بتاخدش مفعول بعدها، ده الشيء نفسه اللي هو الشيء هو اللي بيرتفع لوحده، بيزيد لوحده. يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده. يعني حضرتك دلوقتي لو انا عايز اقول لك الاسعار بتزيد هقول لك برايسز رايز، الاسعار بتزيد. طب لو عايز اقول لك الحكومه بترفع الاسعار يبقى ذا جفرمنت، الحكومه ريز بترفع برايسز الاسعار، مفعول. طيب احنا استنتجنا ايه؟ استنتجنا سعادتك ان طالما ده ما بياخدش مفعول اللي هو رايز اللي تحت ده، فما ينفعش يجي في المبني المجهول، صح كده؟ يعني ما ينفعش ان انا احط قبليه بي وبعد كده احط كلمه بي وبعد كده رايز في التصريف الثالث فتبقى بي ريزن، ما بيجيش في المبني للمجهول. فاصبح دلوقتي اللي فيها بين دي غلط. تمام. طيب اختار بقى هاف ريزن ولا هاد ريزن؟ مش احنا اتفقنا مع بعض ان هاد والتصريف الثالث ما يجيش لوحده، لازم معاه ماضي بسيط. يبقى اصبح ان دي غلط. طيب قدامي رايز في المضارع وقدامي هاف ريزن في الماضي، فطبعا يا مستر هختار هاف ريزن. ليه؟ عشان قال لك in the past few months، في اخر شهور قليله. طب اللي بعده it not a long time we last مستار، عندي سنس جاي وراها ماضي بسيط يبقى اكيد قبلها مضارع تام، او اتس فتره. مش انا بقول لك a long time يعني وقت طويل، يبقى انا عايز يا اما is يا اما it has been. طيب عندي مين في الاثنين؟ عندي is اهي، شكرا. طب ليه ما نختارش has؟ عشان احنا اتفقنا اسمها has been. طب اللي بعده بقول لحضرتك when she was cooking dinner her brother not TV. واحده واحده بقى. احنا اتفقنا ان كلمه while، كلمة when، كلمة as، كلمة just as، الكلمات الجميلة دي كلها حضرتك دلوقتي حاجة من اتنين، يا إما يجي وراهم ماضي مستمر والجملة التانية حدث قصير يبقى فاعل والتصريف التاني، يا اما يجي وراها الجملتين ماضي مستمر لو الاثنين شغالين مع بعض في نفس الوقت دون ان يقطع احدهما الاخر. يعني انا بقول لك بينما كنت بذاكر النور قطع، ففي حدث قصير حصل يبقى تصريف تاني. طب بينما انا كنت بذاكر ماما كانت بتطبخ، بينما كنت بلعب اخويا كان بيذاكر، حدثين شغالين مع بعض في نفس الوقت يبقى ماضي مستمر ماضي مستمر. was where ing was where ing. طيب فانا بقول لك when she was cooking dinner was with ing her brother not TV، اخوها كان بيتفرج على التلفزيون. طب هو اثر عليها؟ وقف الحدث بتاعها؟ لا، يبقى اصبح was where ing، يبقى was watching. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب اللي بعده بقول لك نوت باريس. واحده واحده بقى. لو حضرتك فاكر فانا قلت لك من شويه ان كلمه وايل الجميله دي كان بيجي وراها حرف جر، وخلي بالك ان حرف الجر الجميل ده ممكن يجي بعديه حاجه من اتنين، يا اما يجي وراه مكان يا اما يجي وراه اسم. يعني ايه يا مستر؟ يعني اجي اقول لحضرتك مثلا وايل ان الكسندريا، اثناء وجودي في اسكندريه. وممكن اقول لك وايل اون هوليداي، اثناء وجودي في اجازه، يبقى جه وراه حرف جر واسم. يبقى تاني ممكن يجي وراه حرف جر ومكان، وممكن حرف جر واسم، المهم ان وايل وراه حرف جر. جميل. طيب فاصبح ما ينفعش اقول وايل باريس، اثناء باريس مفيش حاجه اسمها كده. طيب ديورنج دي بيجي وراها ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يجي وراها اسم فاجي اقول لك مثلا ديورنج ذا هوليداي، اثناء الاجازه، وممكن يجي وراها عباره اسميه. ايه يا مستر العباره الاسميه دي؟ بتكون عباره عن صفه وجاي وراها اسم. فعايز اقول لك مثلا اثناء ساعات العمل، يبقى working hours. working دي هي صفه، hours دي ساعات هي اسم، يبقى دي كده عباره اسميه. تمام. طيب فديورنج غلط، اسمها while in، اثناء وجودي في باريس. طيب اللي بعده مفيش حاجه طبعا اسمها during in، غلط. طيب while not the patient. واحده واحده بقى، ركز معايا. احنا اتفقنا لو انت حضرتك لقيت بعد while النقط على طول، وحضرتك دلوقتي مفيش بعدها فاعل، فكلمه while الجميله دي ممكن يجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما ing يا اما being والتصريف الثالث. اوبا، دي امتى مستر ودي امتى؟ واحده واحده. لو حضرتك الجمله اللي عندك دي جمله معلوم فتختار ing. طب الجمله الثانيه يا مستر، او لو لقيت ان الجمله دي مجهول اختار بينج والتصريف الثالث. طب معلش يا مستر انا هعرف منين؟ بص يا معلم على الجمله الثانيه. لو الجمله الثانيه لقيتها بادئه بفاعل يبقى دي كده جمله معلوم، يبقى اختار ing. طب لقيت ان الجمله الثانيه بادئه بالمفعول
يبقى دي كده جمله ايه؟ جمله مجهول، يبقى اختار بينج والتصريف الثالث. كلام صعب؟ لا يا مستر. طيب بقول لك why not the patient the doctor noticed some unusual symptoms. كلمة symptoms دي معناها أعراض، فبقول لك أثناء نقط المريض، أثناء فحص المريض الدكتور لاحظ بعض الأعراض غير الطبيعية. جميل. فاحنا دلوقتي يا مستر بنقول اثناء فحص المريض، صح كده؟ المريض هنا مفعول، يبقى الجمله هنا معلوم، يبقى اصبح ان الاجابه examining. ليه؟ لأن patient هنا قبل الكوما. تمام؟ طب تعالى نبص على المثال ده كده. بص بقى، بقول لك while نقط، أثناء نقط the patient المريض. الجملة اللي فاتت كانت بادئة بالفاعل اللي هو الدكتور. جميل؟ اللي هي الجملة الثانية ذا دكتور. لكن الجملة دي اللي بعد الكوما، الجملة هنا بقول لك المريض. طب هو المريض بيفحص ولا بيتفحص؟ بيتفحص، يبقى المريض ده هنا إيه؟ مفعول. جميل. فانا بقول لك وايل نقط اثناء كونه يفحص، يبقى بينج والتصريف الثالث. فاقول لك وايل بينج اكزامين ذا patient felt nervous about the diagnosis. جميل. ف diagnosis معناها الايه؟ معناها الكشف او التحليل او الفحص. جميل. طيب فانا دلوقتي مستر البيشنت ده اللي هو المريض ده مفعول، حلو كده؟ فاصبح ان الجمله هنا ايه؟ مبنيه للمجهول، عشان كده رحت اخترت بينج والتصريف الثاني. طب اللي بعده بقول لك not seeing the accident، رؤيه الحادثه. the driver immediately called for help. ركز بقى معايا، انت لسه قايل لي من شويه يا مستر ان وايل دي لو الجمله معلوم وراها اي ان جي، الجمله مجهول بينج والتصريف الثالث. when during عايزه وراها اسم او عباره اسميه. عايز اعرفك كلمه جميله كمان اسمها on. حلو كده؟ دي بقى بيجي وراها ايه يا مستر؟ بيجي وراها اسم واي ان جي. اوبا، ايه ده يا مستر؟ يعني هي دلوقتي بتساوي وايل وبتساوي ديورنج؟ لا. امال يا مستر؟ واحده واحده بقى. كلمه اون دي معناها عند، عايزك تعتبرها بالظبط ان هي بتساوي كلمه وين. بمعنى ايه؟ بمعنى عندما. وين دي بيجي وراها فاعل تصريف تاني، صح كده؟ بتعبر عن حدث قصير. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا اروح اختار كلمه اون دي لما بيكون في حاجه بتحصل فجاه، حدث قصير. اقول لك عند رؤيه البوليس، عند رؤيه الحرامي، عندما النور قطع. جميل. يبقى عند انقطاع النور، عند رؤيه الحرامي، عند رؤيه البوليس. لما يكون حاجه بتحصل فجاه مش محتاجه تاخد وقت. مش هينفع بقى اقول لك عند مشاهده التلفزيون، لا بياخد وقت، يبقى اثناء، يبقى وايل. جميل. لكن رؤيه البوليس دي حاجه بتحصل فجاه، ده حدث قصير، فعشان كده اخد معاه اون. جميل. فاقول لك on seeing the accident، عند رؤيه الايه؟ الحادث. لما شفت الحادثه the driver immediately called for help، السواق فورا عند رؤيه الحادث السواق فورا اتصل بالمساعده. طيب اللي بعده our flat، شقتنا نقط since we started، منذ ان we started او we first moved into it، منذ اول مره انتقلنا اليها. مستار سيبك من الكلام ده كله، عندي هنا تصريف تاني وسنس في النص، يبقى احنا عايزين قبلها مضارع تاني. بس ركز بقى في حاجه، الجمله الجميله اللي عندك بادئه باور فلات، شقتنا. هي شقتنا دي فاعل ولا مفعول؟ مفعول يا مستر. يبقى الجمله اللي عندك هنا مبنيه للمجهول. طب المبني المجهول في المضارع التام ايه؟ هو عباره عن هاز او هاف طبعا، بس الشقه مفرد فاخدت هاز، وبعد كده بين والتصريف التاني. فاصبح بقول لحضرتك دلوقتي ان شقتنا ما اتدهنتش منذ اول مره زرناها او انتقلنا، منذ اول مره انتقلنا اليها. يبقى الاجابه طبعا هازنت بين والتصريف الثالث، يبقى هازن بين بينتد. صعبه؟ لا يا مستر. طب اللي بعده The last time we visited London was نقط 2010، 2010. اخر مره زرنا لندن كانت في 2010. كل اللي حضرتك هتعمله هتحط لي ان. طب ليه يا مستر؟ عشان الجمله اللي عند سعادتك كلها ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى ان وسنه في الماضي. طيب امتى كنت اختار سنس؟ احنا كده كده فور ما بيجيش وراه اسم السنه، وين نفس الكلام، عايزه جمله اللي بيجي وراهم اسم السنه ان 2010 سنس 2010. جميل. يبقى اقول لك in 2010 وسنس 2010. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان دي بتدل على الماضي البسيط، يبقى عايزه قبلها تصريف تاني اللي هو ووز اهو، فيست ده اهي. لكن لو حضرتك استخدمت سنس فانت عندك مضارع تام، يبقى المفروض قبلها هاف وهاز والتصريف الثالث. يبقى سعادتك لما تلاقي عندك هاف وهاز والتصريف الثالث وسنه يبقى انت تكتب سنس، لكن لما تلاقي تصريف تاني وسنه يبقى تكتب ان. شكرا.
اللي بعده 45 بيقول لك have you ever visited باريس؟ فرد قال لي yes I not there every year. ايوه انا بذهب هناك كل سنه. واحده واحده بقى. حضرتك دلوقتي بيقول لك هل انت سبق لك ان زرت باريس؟ فانت قلت له اه. اول ما حضرتك تقول لي every year كل سنه فده كده زمن بسيط، يا اما يكون مضارع بسيط يا اما ماضي بسيط. تمام؟ فانا بقول لك هل زرتها قبل كده؟ فانت بتقول لي اه انا بذهب هناك كل سنه، يبقى طبعا الاجابه ايه؟ جو. تمام؟ طيب انا اذهب هناك كل سنه. طب اللي بعده The baby not come when his mother returned home. بقول لك ان الطفل يكون هادي عندما امه عادت الى المنزل. بص بقى يا معلم، كلمه وين الجميله دي من اكتر الكلمات المقرفه عندنا في الانجليزي. ليه بقى؟ لان وين دي داخله في كل حاجه حرفيا. ممكن يجي وراها تصريف اول تصريف اول، وممكن يجي وراها تصريف اول ويل والمصدر، ممكن يجي وراها مضارع تام ويل والمصدر، وممكن يجي وراها ماضي تام تصريف تاني، وممكن يجي وراها تصريف تاني تصريف تاني. ودي احنا اخدناها في اليونت ده اللي هي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حدثين حصلوا تباعا، حاجتين حصلوا في الماضي. جميل. طب ما احنا خدنا ان كلمه وين دي ممكن يجي وراها تصريف تاني وممكن يجي وراها ماضي مستمر، يعني ووز وير واي ان جي، صح كده؟ طيب ركز بقى معايا، تعالى نعرف الجمله دي تكون ايه. حضرتك عندك في الاختيارات كلمه سيم. معناها ايه يا مستر سيم دي؟ معناها يبدو. وعايز اعرفك ان كلمه سيم بمعنى يبدو دي الكلمه الجميله دي من ضمن الافعال التقريريه اللي لسه كنت بقول لك عليها من شويه، ما بيتحطلهاش اي ان جي. فحضرتك عندك كلمه سيم بتساوي كلمه لوك، بتساوي كلمه ساوند، بتساوي كلمه ابير. الاربع افعال اللي قدام حضرتك دول معناهم يبدو، ما بيتحطلهمش اي ان جي، فلازم يجوا في زمن بسيط، فلازم يكون تصريف تاني. فاجي اقول لك ذا بيبي الطفل نقط كام هادي when his mother returned home لما والدته رجعت للمنزل، يبقى هو لم يبدو هادي، لم يكن هادئ. اللي فيها اي ان جي دي هشيلها. اقول لك بقى hasn't seen ولا didn't seem؟ طبعا didn't seem، لم يبدو في الماضي البسيط مبنيه للايه؟ او الجمله ايه؟ منفيه. تمام؟ وانت عارف في الماضي البسيط بننفي بديدنت والمصدر او نيفر والتصريف التاني. طب اللي بعده احمد the car was hit by a driver. عربيه احمد اتخبطت بواسطه سواق هو نقط at واللي كان at a mad speed، كان سايق بسرعه جنونيه. كان سايق يا مستر يعني حدث مستمر في الماضي، يبقى اكيد was where واي ان جي، يبقى was driving. تمام. طب اللي بعده first اولا she finished her homework، هي خلصت واجبها. then she not to bed، وبعد كده ذهبت للسرير. طالما حدث حصل الاول وبعد كده حدث حصل بعديه، طالما ده حدث تاني تصريف تاني. تصريف تاني يعني ماضي بسيط، بغض النظر بقى عن الجمله الاولى. فحضرتك دلوقتي طالما ده الحاجه اللي حصلت بعد كده then دي معناها ثم، يبقى اكيد تصريف تاني، يبقى الاجابه وانت. صعب؟ لا. طب تعال نشوف اللي بعده. بقول لك as we not along the highway we saw a beautiful sunset. بينما احنا كنا ماشيين بامتداد الطريق السريع، ماشيين على السكه، احنا شفنا غروب الشمس الجميل. طيب اقول لك انا واحده من هنا مستور، ما احنا عارفين دلوقتي ان as دي هي كلمه وايل، وان كلمه وايل دي يا مستر بيجي وراها ماضي مستمر. ماضي مستمر ده يعني ايه؟ يعني ووز وير اي ان جي، يبقى بينما كنا سايقين، يبقى وير درايفنج، حدث مستمر. طب اللي بعده سؤال 50 بيقول لك why didn't you go shopping I not enough money. بيقول لي لماذا انت لم تذهب للتسوق؟ انت ليه ما رحتش تتسوق؟ فقال له I not enough money، لم يكن معي مال كافي. طيب فاقول لك I have ولا had ولا hadn't ولا didn't have؟ ركز بقى معايا. حضرتك دلوقتي عايز تنفي الجمله صح؟ لازم تبقى عارف ان كلمه have بمعنى يمتلك ده فعل اساسي. فلما سعادتك دلوقتي تروح تنفيه سواء يمتلك او يتناول، تروح تنفيه في المضارع بدونت ودازنت. ولو احنا في الماضي زي السؤال ده فننفيه بكلمه didn't، فنقول didn't have. تمام؟ فاصبح دلوقتي احنا عندنا دلوقتي بقول لك why didn't you go shopping، فاقول لك I not enough money، يبقى I didn't have، لم يكن عندي مال كافي. طيب اللي بعده سؤال رقم 51 بيقول لك while I not in the library، بينما انا كنت في المكتبه my phone suddenly rang، التليفون بتاعي فجأة رن.
فاقول لحضرتك وايل ايه؟ مش انا عارف دلوقتي ان وايل بيجي وراه ماضي مستمر. مستر هروح اختار ووز بينج. اجابتك غلط. طب ليه يا مستر؟ اوعى تروح تختار ووز بينج دي الا لو بعدها تصريف ثالث، لو قبلها مفعول، لو الجمله مجهول. يبقى ووز بينج والتصريف الثالث دي بتعبر عن ايه يا مستر؟ بتعبر عن المجهول. جميل. لكن انا هقول لك بينما كنت، يبقى الاجابه ووز. يبقى تاني while I was in the library، بينما كنت في المكتبه. لكن was being يجي وراه تصريف ثالث بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن المجهول. طب اللي بعده 52 لسه قايلها لها مستر بعد during اسم او عباره اسميه، يعني صفه وجاي وراها اسم. فطبعا اقول لك my walk اثناء تمشيتي، ولا walks يمشي في المضارع، ولا walking المشي، ولا was walking. ما تنفعش ما تنفعش ما تنفعش. الاجابه طبعا my walk اللي هي ايه؟ اللي هي اسم. يبقى during my walk اثناء تمشيتي. طب اللي بعده when my father was young، لما بابا كان صغير في السن، he always هو دايما ايه؟ بيذهب. خلي بالك ان كلمه always اللي هي الادفيربس اوف فريكوينسي او ظروف التكرار، ظروف التكرار عند سعادتك في المضارع بتيجي قبل التصريف الاول، وفي الماضي بتيجي قبل التصريف الثاني. فلو انا في المضارع هقول لك I always go، لكن لو انا في الماضي هقول لك I always went، انا كنت دايما بذهب. فهنا بيقول لك عندما بابا كان صغير هو كان دايما بيذهب او بيمشي للشغل. was walking ما تنفعش. الاجابه طبعا walked تصريف تاني. صعب الكلام. يبقى انا لما الاقي always usually often sometimes rarely وseldom ونيفر، اي حاجه من دول وراها تصريف اول في المضارع تصريف تاني في الماضي. طب اللي بعده oh no I not my wallet I can't find it anywhere، انا ضيعت محفظتي مش قادر الاقيها في اي مكان. واحده واحده اتفقنا مع بعض ان المضارع التام حدث حصل في الماضي له اثر في المضارع في الحاضر. فانا ضيعت المحفظه ومش لاقيها دلوقتي، فده الاثر في الحاضر. الدنيا شتت، الارض مبلوله، احنا اكلنا واللي اتبقى على السفره، الامثله اللي انا قلتها لك كلها. فحضرتك دلوقتي طالما الحاجه حصلت انت ضيعتها في الماضي، بس الاثر دلوقتي ان انت مش لاقي المحفظه او مش معاك فلوس، فده كده مضارع ايه؟ مضارع تاني. تمام. يبقى اصبح ان الاجابه اكيد have lost، انا ضيعت المحفظه. طب اللي بعده you are always late، انت دايما متاخر. this is the third time you not late this week، دي تالت مره تيجي متاخر. امتى يا مستر؟ في الاسبوع ده، هذا الاسبوع. يبقى احنا في المضارع التاني. الاسبوع ده يبقى احنا في المضارع. يبقى طبعا الاجابه ايه؟ have been. يبقى you have been late، انت متاخر لتالت مره الاسبوع ده. طب اللي بعده not before مستر، انا عارف ان كلمه before دي هي كلمه داله على المضارع التام صح؟ يبقى اصبح ان didn't we met وhadn't we met وaren't we meeting. الاجابه طبعا haven't we met. هو احنا ما اتقابلناش قبل كده؟ فرديت عليك قلت لك ياس ايوه I think we met at a conference، اعتقد ان احنا اتقابلنا في مؤتمر. يبقى الاجابه طبعا طالما عندك before تروح تفكر على طول في المضارع التام. يبقى haven't we met الم نتقابل. My brother has not Italy several times. مستر بقول لك ان اخويا سافر لايطاليا مرات كثيره. طب هو اخوك ده لسه هناك ولا هو طالما مرات كتير يبقى بيروح ويرجع يروح ويرجع؟ يبقى ذهب وعاد، يبقى been to، يبقى been to. يبقى my brother has been to Italy several times. طيب سؤال رقم 58 بقى بيقول لك my friend صديقي not hospital المستشفى for 2 weeks now، قاعد في المستشفى بقاله اسبوعين دلوقتي due to illness بسبب المرض. واحده واحده. اقول has been in معناها متواجد في المستشفى، قاعد في المستشفى بقاله اسبوعين وبستخدمها في المضارع التام. يا مستر دي صح. طيب was معناها كان، لا يا مستر مش هينفع استخدمها هنا عشان كلمه فور، واحنا هنا في المضارع وقال لك ناو دلوقتي. دي كلها حاجات بتعبرني عن المضارع التام. اقول لك هاز بين تو اللي معناها ذهب وعاد، يعني راح ورجع. طب ما هو في المستشفى ما خرجش، يبقى دي غلط. طب هاز جون تو دي معناها ذهب ولم يعد. طب هو راح مكان؟ واحنا بنقول راح من كذا لكذا؟ لا، انا بقول هو متواجد فيه، هو قاعد فيه، هو ما ذكرش هو رايح منين لفين. جميل. عشان كده الاجابه تبقى هاز بين، فاصبح ان دي غلط. الكلام ده صعب؟ لا. طب I wish I were taller اتمنى ان انا كنت اطول. The speaker not tall المتحدث مش طويل. واحده واحده. احنا اتفقنا مع بعض ان انا كان عندي كلمه جميله اسمها I wish، وكلمه تانية اسمها I'd rather would rather، وكلمه كمان اسمها it's time.
معناها ايه؟ I wish طبعا معناها انا بتمنى، I'd rather معناها انا بفضل، و it's time او it has been time او it's about time او it's high time، اي حاجه من دول معناهم حان وقت. و suppose I suppose انا بفترض. لو سعادتك دلوقتي لقيت عندك اي حاجه من الاربعه دول جاي بعدهم فاعل، فافهم على طول كده وانت مغمض ان يجي بعدهم حاجه من اتنين، يا تصريف تاني يعني ماضي بسيط، يا اما ماضي تام يعني هاد والتصريف التالت. طب مستر معلش يعني ايه الفرق ما بين الاتنين؟ لو تصريف تاني ماضي بسيط فتخلي بالك ان انت بتعبر عن شيء في المضارع. ايه يعني ايه يا مستر؟ يعني لو سعادتك بتقول لي I wish I had، التصريف التاني من verb to have، I wish I had a car، بتمنى لو انا عندي عربيه. فين؟ في المضارع، انا دلوقتي مش عندي عربيه. طب لو انا قلت لك I wish I had a car، had والتصريف التالت، بتمنى لو كان في الماضي عندي عربيه، يبقى انا زمان ما كانش عندي عربيه. ده صعب. فلما اجي اقول لحضرتك I wish I had a car، بتمنى لو عندي عربيه دلوقتي. فهو هنا في السؤال بيقول لك I wish I were، التصريف الثاني من verb to be، I wish I were taller، بتمنى لو كنت اطول من كده. فده معناه the speaker not tall، ان المتحدث مش طويل. طب مش طويل في المضارع ولا مش طويل في الماضي؟ مش هو تصريف تاني؟ يبقى في المضارع. يبقى اصبح ان المتحدث مش طويل في المضارع، يبقى isn't في المضارع. صعب الكلام؟ لا. طب تعالى نشوف اللي بعده. سؤال 60 بيقول لك I not the cold weather. تعالى نمشي مع بعض. انا عايز اقول لك ان انا كنت متعود او ما كنتش متعود على الطقس البارد في كندا، الطقس البارد بتاع كندا. كلمة used to الجميلة دي بيجي وراها الفعل في المصدر معتاد على، وكلمة didn't use to ده النفي بتاعها بيجي وراها المصدر لم يعتاد أن. طب got used to اللي بتساوي became used to اللي بتساوي grew used to أصبح معتاد على، ده كله بيجي وراه اسم أو الفعل متضاف له ing. طب was using ما خدناش حاجة اسمها كده. طب the cold weather اللي هو الطقس البارد ده اسم، ايه اللي بيجي في الاربعه دول وراه اسم؟ got used to. احنا خدنا كلمه used to اللي معناها اعتاد ان، بيجي وراها الفعل في المصدر بتعبر عن عاده في الماضي ما بقتش بتحصل في المضارع. جميل. وخدنا النفي بتاعها didn't used to لم يعتاد ان، وبيجي وراها الفعل في المصدر ما كانش متعود يعمل كذا في الماضي، وكنت بسال عليها بديت فاعل used to وراها المصدر، هل الشخص ده اعتاد ان؟ لكن احنا خدنا لو انا قلت was او were got او became او grew used to، فدي معناه ان هو اصبح معتادا ان وبيجي وراه اسم او ing. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب تعالى نشوف اللي بعديه. I have played chess as long as I can remember. بص يا معلم، اول ما تلاقي الاكسبريشن ده عندك as long as I can remember تعرف على طول ان بيجي مع for as long as I can remember على قدر ما استطيع ان اتذكر. as long as I can remember بيجي مع for على طول. This is the first time for me a live concert. بص يا معلم، اول ما تلاقي عندك الاكسبريشن ده This is the first time for me تعرف على طول ان هو to المصدر to see. يبقى to see a live concert. طيب لو انا دلوقتي جبت بعديه جمله قلت لك مثلا بدل for me قلت لك this is the first time I، اول مره اعمل كذا، يبقى مضارع تام. يبقى تاني this is the first time for me اول مره بالنسبه لي، يبقى to المصدر ان افعل كذا. ليه؟ عشان عندي عدد ترتيبي، بعد العدد الترتيبي ما عارفين 3 حاجات في الانجليزي وراهم تو المصدر. كلمه استفهام في نص الجمله وات تو دو مثلا، صفه في نص الجمله هابي تو دو، عدد ترتيبي ذا فيرست تو دو. تمام؟ بيجي وراهم تو المصدر الثلاثه دول. طب اللي بعده he last contacted me، اخر مره اتصل بيا I moved to my new house. مستر اروح اختار سينس، اجابتها غلط. ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا مع بعض ان سنس دي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. جميل. طيب ايه يا مستر اللي بيجي وراه تصريف تاني؟ move to my new house وقبلها برضو تصريف تاني كلمة when. when هي دي اللي بتربط ما بين جملتين، تصريف تاني تصريف تاني. يبقى اخر مرة اتصل بيا عندما انا انتقلت الى بيتي الجديد. طيب تعال نشوف اللي بعدها. so far حتى الان. احنا خدنا كلمتين بيدلوا على المضارع التام. so far بتساوي up till now معناهم حتى الان، بيدلوا على المضارع التام. طيب فانا بقول لك so far لحد دلوقتي
many roads يعني طرق كتير in this area في المنطقة دي. فأقول لك will have been سوف يتم بنائها، ولا are building بيبني في المضارع، ولا have been built تم بنائها؟ مستر هي دي الإجابة have been built. ليه يا مستر خدنا have been built؟ عشان دي عندي so far و so far بتدل على المضارع التاني. طب اللي بعده. طيب بص يا حبيب قلبي، سؤال 65 بيقول لك nothing يا مستر معناها لا شيء. احنا اتفقنا مع بعض لو انت فاكر قلت لك اي كلمه تلاقيها في الجمله فيها نو فهي بتنفيها، فكلمه nothing دي فيها نو صح كده؟ فاصبح ان الجمله اللي قدامك دي جمله منفيه. بقول لك nothing like this لا شيء مثل هذا not to him before حصل له قبل كده، لا شيء مثل هذا حدث له من قبل. جميل. احنا اتفقنا مع بعض ان انا كان عندي كلمه جميله اسمها never معناها ايه يا مستر؟ معناها ابدا. وكان عندي كلمة تانية اسمها ايفر معناها ايه يا مستر؟ معناها من قبل صح كده؟ اتفقنا مع بعض لو حضرتك فاكر ان نيفر دي كانت بتيجي في الجملة المثبتة علشان تنفيها، يعني مكانها فين؟ ما بين هاف وهاز والفعل في التصريف الثالث. وان ايفر الجميلة دي مكانها فين؟ ما بين هافنت وهازنت والتصريف الثالث صح كده؟ حضرتك بتبص دلوقتي فقلت لي مستر وقف، انا عندي دلوقتي يا مستر الجمله هنا had happened has never happened has ever happened وhappened بس. انت دلوقتي قلت لي before دي يا مستر من شويه ان هي بتدل على المضارع الثاني، فانا دلوقتي هبعد عن كلمه happened وهبعد عن had والتصريف الثالث عشان محتاج معاه جمله ثانيه ماضي بسيط ما بيجيش لوحده. اختار has never ولا has ever؟ انت قلت لي يا مستر ان ever دي بيجي معاها haven't و hasn't فدي غلط. لا حبيبي هي دي الاجابه. ازاي يا مستر؟ عشان حضرتك دلوقتي دي بتيجي في النفي صح؟ النفي في كلمه nothing لا شيء، فانت هنا عندك نفي، لو رجعت حطيت نفي تاني النفي اثبات تمام؟ فاصبح ان ده غلط. لا انا طالما عندي هنا نفي يبقى انا هروح اختار ever تمام؟ امتى كنت اختار نيفر؟ اختار نيفر لما يكون عندي جمله مثبته. طب نو دي نفتها فما تنفعش هنا نيفر، يبقى دي غلط. كلام صعب؟ لا يا مستر. تعال نشوف اللي بعده. 66 بيقول لك she asked me I had been a member of the club. انا كنت، هي سالتني الى متى انا كنت عضو في النادي او منذ متى كنت عضو في النادي. طيب احنا عارفين يا مستر ان مفيش حاجه اسمها since how long. احنا خدنا يا مستر يا اما عندي how long اجو دي معناها ايه؟ معناها منذ متى. طيب الكلمة دي كانت دالة على ايه؟ دالة على الماضي البسيط، تلاقي بعدها did فاعل مصدر. وخدنا يا مستر كلمة اسمها since when وكلمة اسمها how long والاقي في اخر الجملة كلمة for او for وبعد كده how long. جميل. طيب انا عندي مين يا مستر في كل ده؟ مستر هاو لونج اجو ما ينفعش، ليه؟ عايز وراها ماضي بسيط. طيب في حاجه اسمها فور وين؟ لا اسمها فور هاو لونج، يا اما سينس وين يا اما فور هاو لونج. طب اللي بعده he has been to Canada هو ذهب الى كندا، ده معناه ان هو راح ورجع. this means that he not there ده معناه ان هو ايه؟ دلوقتي لما اقول لك been to يبقى راح كندا ورجع منها، يبقى هو دلوقتي مش هناك. is still مازال؟ لا. is no longer يا مستر هي دي الاجابه. معناها ايه بقى؟ معناها لم يعد، يعني ما بقاش هناك تمام؟ لان been to معناها ان هو راح ورجع. طيب اللي بعده بقول لحضرتك he has gone to Canada. مستر طالما عندي gone to يبقى هو ذهب ولم يعد، يبقى راح ولسه ما رجعش تمام؟ فاصبح ان هو ايه؟ is still معناه ان هو ما زال هناك. كلمه there معناها هناك، يبقى is still there. طب اللي بعده بقول لحضرتك she has او ساره has never traveled alone before this trip. بقول لك ان ساره عمرها ما كانت سافرت alone بمفردها من قبل this trip قبل الرحله دي، يعني قبل الرحله دي عمرها ما كانت سافرت، يعني اول مره تسافر كانت الرحله دي. فthis means ده معناه ايه؟ ان هي it's the first time for ساره to travel اول مره لساره تسافر ولا we don't ساره او we don't know احنا ما نعرفش if ساره has traveled alone before. لا مستر احنا عارفين ده قال لي اول مره تسافر. طب ساره has traveled alone once before كانت سافرت قبل كده مره. لا غلط. طب ساره has traveled alone before that trip ان ساره سافرت قبل كده بمفردها. لا مستر دي كان بيقول لك عمرها ما سافرتش قبل كده، يعني اول مره تسافر. فالاجابه طبعا لتر ايه.
كلام صعب؟ لا. طب اللي بعده بقول لك I have never seen beautiful landscapes. واحده واحده بقى، ركز معايا عشان دي داخل فيها كده ايه، حته جرامر مع مضارع تام مع حته such بتاعت الدروس التراكميه. عندنا كلمه جميله اسمها such، معناها ايه يا مستر؟ معناها مثل. فبقول لك مثل هذا كذا. لو سعادتك دلوقتي عندك اسم مفرد فممكن يجي بعدها على طول اسم مفرد، بس بشرط تحط قبليه او ان. فاقول لك مثلا such a tree، يعني يا لها من شجره، او مثل هذه الشجره، على حسب الجمله عايزه تقول ايه. طب لو انا دلوقتي يا مستر عندي صفه زي المثال اللي قدام سعادتك ده، لو جاي بعد الصفه الجميله دي اسم مفرد فلازم تحط قبليه ا او ان. يبقى نحط ا او ان وبعد كده الصفه وبعد كده الاسم المفرد. طب لو جاي بعد الصفه دي اسم جمع او اسم لا يعد، يبقى تكتبها وما تحطش قبلها اداه. يبقى تاني، بعد سطش ممكن يجي ا او ان واسم مفرد، ممكن يجي ا او ان وصفه واسم مفرد، ممكن يجي صفه واسم جمع او صفه واسم لا يعد. تمام؟ فانا دلوقتي بقول لك I have never seen، انا لم ارى من قبل، لم ارى ابدا مثل تلك المناطق. كلمه لاندسكيب اللي هي المناطق الواسعه، جميل، المناظر الطبيعيه الخضراء، فدي جمع. فطالما جمع سعادتك وجايه قبلها صفه يجي قبلها كلمه ساتش على طول. اتفقنا مع بعض نحط قبلها اداه؟ لا يا مستر، نحط اداه لو اسم مفرد. طب ده اسم جمع لاندسكيبس اخرها اس، يبقى احنا عايزين كلمه ساتش بس. شكرا. تمام؟ لكن لو كانت لاندسكيب كنت اروح اختار اللي فيها ايه. طب اللي بعده How long have you studied Spanish؟ مش احنا اتفقنا من شويه يا اما اقول for how long يا اما اقول how long for. يا مستر، يبقى احنا محتاجين هنا for. شكرا. طالما كلمه بتدل على المضارع التام يا اما how long for في اخر الجمله يا اما for how long. طيب منذ متى؟ I'd rather you، احنا اتفقنا مع بعض ان كلمه would rather اللي معناها انا بفضل. لو حضرتك دلوقتي لقيت تصريف تاني فانت هنا بتعبر عن المضارع. لقيت هاد والتصريف الثالث فانت بتعبر عن الماضي، وقلت لك دي غالبا تكتبها امتى؟ هاد والتصريف الثالث ماضي تام لو لقيت كلمه او تعبير بيدل على الماضي. طب انت عندك يسترداي امبارح، امس، كلمه بتدل على الماضي، صح كده؟ يبقى الاجابه طبعا ايه؟ هاد والتصريف الثالث. يبقى hadn't taken، يبقى بتمنى او كنت بفضل لو انت ما اخدتش موبايلي امبارح. يبقى I would rather you had taken my phone yesterday. I would rather مستر، انت قلت لي من شويه لو انا عندي I wish او it's time، الاتنين الجمال دول لو سعادتك بتبص بعدهم ما لقيتش فاعل فالاتنين دول وراهم to المصدر. طيب لو انا عندي بقى would rather الجميله دي لو مفيش بعدها فاعل فبيجي وراها مصدر على طول. فاقول لك I would rather ايه بقى؟ I would rather stay in. شكرا. يبقى الاجابه stay. طب اللي بعده at 5 o'clock yesterday، امبارح الساعه 5. at ساعه وتعبير بيدل على الماضي يبقى احنا في الماضي المستمر. ذا تكنيشن الفني نقط دي اير كونديشنر، تكييف الهواء. يبقى الساعه 5 امبارح كان بيصلح، يبقى ووز تشيكينج. التكنيشن ده فاعل والاير كونديشنر تكييف الهواء ده مفعول، يبقى ماضي مستمر معلوم ووز وير اي ان جي، يبقى ووز تشيكينج. شكرا. طب اللي بعده سؤال 75 بيقول لك I have been on a trip، انا كنت في رحله. عند حضرتك دلوقتي هاف والتصريف الثالث يبقى احنا في المضارع التام. I know to Germany، انا ذهبت لالمانيا and France وفرنسا. واحده واحده بقى، طالما انا عندي مضارع تام فشكرا، مش عايزين ماضي تام، مش عايزين ماضي مستمر. اختار يا مستر وينت ولا اختار هاف جون؟ واحده واحده بقى. دلوقتي بيقول لك انا كنت في رحله، انا ذهبت لالمانيا وذهبت لفرنسا. طب ما انا واقف معاك اهو. لو حضرتك دلوقتي قلت لي يا مستر هاف جون تو، يبقى حضرتك لسه في المانيا ولسه في فرنسا مع بعض، ذهب ولم يعد، يبقى اصبح ان الكلام ده طبعا غلط. امال اقول ايه يا مستر؟ اقول لك I went ماضي بسيط، I went to Germany and France، انا ذهبت. جميل، لان جو تو يذهب الى، went تو ذهب الى، فده ما حددش راح ورجع ولا راح ولسه هناك. لكن لو قلت لك جون تو يبقى هو راح ولسه ما رجعش. طب انا كنت بقول لك كنت في رحله، يعني انا رحت ورجعت، فالمفروض الاصل كنت اقول لك I have been to. طب انا ما لقيتش I have been to عشان كده رحت اخترت went. طب اللي بعده بقول لحضرتك she no longer lives in Paris as she، هي لم تعد تعيش في باريس
لان هي او كما هي، هنا از معناها كما اعتادت على، عايز اقول كما اعتادت على. جميل. طيب فاقول ام يوزد، هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم شي مش هيجي معاها ام. طيب ام يوزد تو ما تنفعش، قدامي يا اما يوزد تو يا اما يوزد، الاجابه طبعا يوزد تو، اعتادت. جميل. طب اللي بعده، لو انا قلت يوزد بس فمعناها استخدم، والكلام ده غلط طبعا. طب اللي بعده بقول لك my brother no longer gets up late as he، اخويا لم يعد يستيقظ متاخرا كما هو كان معتاد ان يفعل. لو حضرتك مركز فبعد النقط اي ان جي، طالما عندك اي ان جي يبقى انت عايز تحط يوزد تو قبلها حاجه من دول، يا اما ووز يا اما وير يا اما جوت يا اما بيكيم يا اما جرو، اي حاجه من الخمسه دول. طيب از يوزد غلط، لان بيجي بعدها تو ودي بتعبر عن عاده ما زالت مستمره في المضارع. جميل. وطبعا انا بقول لك كما كان معتاد في الماضي، فطبعا غلط. طب از يوزد تو هي دي اللي بنتكلم عليها، الاجابه طبعا was used to. تمام. طيب اللي بعده بقول لحضرتك he doesn't stay up late any longer، هو لم يعد يسهر، كلمه stay up معناها يسهر، late لوقت متاخر، any longer بعد الان. this means he، ده معناه ان هو ايه؟ used to stay up late، اعتاد ان يسهر لوقت متاخر. انا بقول لك ما بقاش يسهر، يبقى هو في الماضي كان متعود يسهر، يبقى هي دي طبعا الاجابه. جميل. لان any longer هي بتساوي كلمه used to، used to المصدر كان بيعمل حاجه في الماضي ما بقاش بيعملها دلوقتي. طيب any longer في المضارع نفي، في المضارع كان بيعمل حاجه ما بقاش يعملها، الاثنين بيساووا بعض، فطبعا الاجابه هتكون used to. طيب usually stays عاده بيسهر، فده غلط. طب didn't used to stay up late، لم يعتاد ان يسهر، الكلام ده غلط، هو كان متعود يسهر. طب is in the habit of staying up late، يبقى هو في عاده ان يسهر دلوقتي، طبعا غلط، هو ما بقاش يسهر. طب 79 بيقول لك I started my job، انا بدات وظيفتي، I have met important people from all over the world، انا قابلت اشخاص مهمين من كل انحاء العالم. حضرتك هو بيضحك عليك ليه يا مستر بتقول لي كده؟ عشان احنا خدنا ان سينس وراها تصريف تاني ماضي بسيط قبلها مضارع تام، صح؟ هو عمل ايه؟ حط لك دلوقتي سينس في اول الجمله. طب وبعدين يا مستر جاب وراه التصريف الثاني والجمله الثانيه ايه؟ المضارع التام، هاف وهاز والتصريف الثالث. تمام؟ فاصبح دلوقتي حضرتك دلوقتي عندك هنا المضارع التام وعندك الماضي البسيط هنا، فالاجابه سينس. شكرا. طيب هاني couldn't answer the phone because he not a shower. ركز معايا بقى، الجمله اللي قدامك دي اسمها حدث مانع. يعني ايه سعادتك؟ يعني انا بقول لحضرتك طالما لقيت عندي كلمه couldn't يعني ما اقدرش، والمصدر بسبب ان كان في حدث مستمر، هو ما قدرش يرد على الموبايل بسبب ان كان في حاجه شغاله، هو كان بياخد شاور، يبقى اصبح ان ده ماضي مستمر، يبقى الاجابه طبعا was where ing، يبقى was having. ما قدرش يرد على الموبايل عشان كان بياخد شاور، فكان في حدث مستمر في الايه؟ في الماضي، يبقى ماضي مستمر. طب اللي بعده بقول لك I would rather you، بص بقى يا معلم، this car it's a bargain، ديت يا مستر صفقه رابحه، فانا بقول لك انا بفضل ان انت تشتري العربيه دي. وفي الجمله الثانيه قال لك is، يعني الجمله هنا بتعبر عن المضارع، بفضل ان انت تشتريها في المضارع، فاصبح ان ده كده ايه؟ بيعبر عن انا بفضل ان انت تشتريها في المضارع. احنا اتفقنا مع بعض طالما حضرتك عندك وود رازر، عندك اتس تايم، عندك اي ويش، اي حاجه من دول جاي وراه تصريف تاني يبقى احنا بنتكلم على المضارع. طب جاي وراه هادو التصريف الثالث يبقى احنا بنتكلم على الماضي. طب انا هنا بقول لك اتس بارجن، دي عباره عن صفقه رابحه في المضارع، يبقى انا عايز تصريف تاني، يبقى طبعا ايه؟ بوت. طالما عندي فاعل يبقى وراه تصريف تاني. طب اللي بعده بقول لك where is your father، باباك فين؟ I think he has not to the office، هو ذهب الى المكتب. واحده واحده، مش انا بدور عليه يا معلم؟ اعتقد ان هو ذهب. طب هو موجود دلوقتي؟ لا، لو هو موجود يبقى ذهب خلاص، يبقى راح ولسه ما رجعش، يبقى جون. مستار. طب ليه ما اخترتش بين؟ عشان حبيبي بين تو معناه ان هو ذهب وعاد، فهو دلوقتي لو هو راح ورجع انا هسال عليه ليه؟ فمعنى ان انا بسال عليه يبقى هو راح ولسه ما رجعش، يبقى طبعا الاجابه جون تو. طب اللي بعده how long ago، انا لسه قايل لك من شويه اول ما تلاقي عندك how long ago تاخد did فاعل مصدر، did فاعل مصدر. تعالى نمشي مع بعض. اول ما الاقي how long ago يبقى دي كده ما تنفعش، دي كده ما تنفعش، دي كده ما تنفعش، الاجابه هي دي، يبقى الاجابه لتر دي.
احنا اتفقنا مع بعض دلوقتي بقول لحضرتك how long ago did you start learning French؟ منذ متى بدأت في تعلم ايه؟ اللغة الفرنسية. فرد عليا قال لي I have been learning French for 2 years. انا بتعلم فرنساوي بقالي سنتين. واحدة واحدة بقى. لما جه سألك عن البداية بتاعت الحدث كانت في الماضي، فقال لك how long ago، فجابها ماضي بسيط. لما انت رديت عليا قلت لي بقالي سنتين بتعلم، الحدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. بداية تعلم الانجليزي او الفرنساوي كانت في الماضي ولسه مكمل معايا بقالي سنتين، عشان كده الحدث مازال مستمر، يبقى مضارع تاني، يبقى هاف وهاز والتصريف التالت. طب اللي بعده he not from present 3 days ago، 3 ايام فاتوا. the police are now looking for him، هو هربان من السجن بقاله 3 ايام، البوليس بيدور عليه. طيب بيدور عليه دلوقتي، مش انا عندي اجو يبقى سكيبت، هو هرب. جميل، بقاله 3 ايام، يبقى الاجابه طبعا سكيب. طب ليه اخترنا سكيب؟ عشان اجو سعادتك هي كلمه داله على الماضي البسيط، فرحنا اخترنا التصريف الثاني. طب اللي بعده سؤال 85 بيقول لك I haven't met him، انا ما قابلتوش نقط، but perhaps we will meet tomorrow، ولكن احتمال نتقابل بكره، من المحتمل ان احنا نتقابل بكره. طيب فاقول لك جاست مستور، اولا جاست ما ينفعش تيجي في اخر الجمله كده، وما ينفعش تيجي في جمله منفيه، لازم اقول لك هاف جاست ميت، انا لسه مقابل حالا، فده غلط. اوريدي عايزه جمله مثبته، ما ينفعش تيجي في جمله منفيه. طب ستيل معناها ما زال، ما تنفعش، الاجابه طبعا يت، ما قابلتوش لحد دلوقتي، لم اقابله حتى الان. جميل، فطبعا الاجابه يت. شي نقط جروسريز اللي هو الخضار فروم البقاله، فروم ذا لوكال ماركت، من السوق المحلي. ناو شي شوبس اونلاين، دلوقتي بقى بتتسوق على الانترنت، يبقى هي كانت متعوده تجيب الايه؟ البقاله من السوق، فطبعا يوست تو باي، اعتادت ان تشتري. لكن دلوقتي العاده انتهت، هي بتتسوق على الانترنت. طب اللي بعده I didn't used to eat spicy food، انا ما كنتش متعود ان انا اكل طعام متبل او حار، but now. بص بقى يا معلم، الحته دي جميله جدا. اول ما سعادتك تلاقي عندك used to جاي وراها فعل، حلو كده، وبعد كده كلمه but، معناها ايه؟ معناها ولكن. جاي لك بقى بعدها but nowadays، معناها ولكن الان، ولكن هذه الايام، الفتره دي. ركز معايا، بص يا معلم، عود نفسك ان كلمه بط اللي معناها ولكن دي اللي قبلها عكس اللي بعدها. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي قبلها لو مثبت يبقى اللي بعدها منفي، لو قبلها منفي يبقى بعدها مثبت. تمام؟ طيب واحده واحده بقى. فهو عندك هنا يوزد تو مثبته، يبقى اللي بعدها منفي. ركز معايا، لو يوزد تو الجميله دي جاي وراه اي فعل في الدنيا مصدر، يبقى بعد بط تروح تحط لي دونت ودازنت. ليه حطينا دونت ودازنت منفيه؟ عشان يوزد تو كانت مثبته. طب لو لقيته بيقول لي didn't use to منفيه، يبقى انا بعد بط احط do does مثبته. طيب لو انا لقيته بي، اروح الناحيه الثانيه احط am واز وار، وعشان هي مثبته ازود لهم not، يبقى am not وisn't وaren't. الكلام ده صعب؟ لا يا مستر. يبقى تاني used to لما يجي بعدها but اكتب بعدها ايه يا مستر؟ على حسب اللي جاي بعد يوزد تو. جاي اي فعل في الدنيا مصدر، يبقى الناحيه الثانيه دونت ودازنت. طب جاي فيرب تو بي، جاي بي، يبقى بعدها بعد بط ام نوت وازنت وارنت. فهنا لو حضرتك ملاحظ جاي كلمه ايت، ما كنتش متعود ومنفيه، يبقى انا عايزها هنا مثبته يا مستر. طيب واحنا في المضارع يبقى يا دو يا داز، عندي مين فيهم؟ عندي دو. طب ليه ما اخدش ام؟ امتى كنت اخد ام؟ لو كان في بي، يوز تو بي. طب اللي بعده. بس كده بطل، خلصنا مع بعض يونت 1 اسئله الجرامر واسئله الكلمات. حلينا مع بعض حوالي 187 سؤال النهارده، اسئله قويه جدا من سنين ثانويه عامه السابقه وافكار المعادلات. تخيل بقى الفتره اللي جايه هنحل مع بعض كام سؤال على ال 12 يونت. اتمنى من حضرتك تذاكر وتهتم الفتره اللي جايه عشان فتره مهمه جدا. بس كده بطل، اشوفك ان شاء الله في يونت 2. يلا سلام عليكم.